لو قلت لك إن النجاح بيتلخص في حاجة بسيطة جدا اسمها مثلث MIE، وإنه ممكن حياتك تكون تواجه صعوبات علشان محور من المحاور دي مش مظبوط. المثلث ده أنا قعدت فترة طويلة جدا عشان أقدر أطلع بالمعلومات اللي فيه. المثلث ده بيتكون من 3 محاور: المايند سيت العقلية، تاني حاجة الانفايرمنت البيئة، تالت حاجة الانوفيشن الابتكار. يبتدي بأول حاجة وهو المايند سيت العقلية. تفكيرك هو اللي بيحدد طريقة تعاملك مع كل حاجة حواليك، المشاكل، الفرص، خطواتك اللي جاية. عقليتك لو ضعيفة مش هتقدر تتقدم خطوة وتفضل مكان. تاني حاجة الانفايرمنت البيئة، الناس اللي حواليك أو المكان اللي أنت بتقضي فيه أغلب وقتك، أو حتى الظروف اللي أنت بتعيش. كل ده بيأثر عليك بشكل مباشر. لو بيئتك مش دعامة أساسية ليك التقدم هيبقى صعب. تالت حاجة الانوفيشن اللي هو الابتكار. هنا بقى السر، إزاي تفكر بره الصندوق، إزاي تطلع أفكار تخليك سابق الكل بخطوة. الابتكار هو اللي بيخليك مختلف. وبكده نكون عرفنا كل محور من المحاور الأساسية للمثلث. لو عايز تعرف أكتر عن العوامل الداخلية لكل محور من المحاور اكتب تعليق بطفرة وخليك حافز ليا. ولو في نقطة ما قدرتش أوضحها لك اكتب لي تعليق بالنقطة دي، وأنا بإذن الله هبعتها لك في ملف PDF ليك أنت مخصوص. لو حسيت إن المثلث ده قدر يفيدك شارك الفكرة مع غيرك وخليهم يستفادوا هم كمان. أنا مبسوط جدا إني شاركت معاكم قاعدة المثلث، لأن القاعدة دي اشتغلت عليها فترة طويلة جدا، والحمد لله القاعدة دي أثبتت فعاليتها معايا. إن شاء الله تستفادوا منها، وشكرا ليكم.